التحدي الأكبر هو إن العربي اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية مش لغة واحدة بس، في فرق الشاسع بين اللغة العربية الفصحى اللي بنلاقيها في الكتب والأخبار وبين اللهجات العامية اللي بنتكلم بيها كل يوم، والأكتر من كده إن كل منطقة وكل بلد تقريباً ليها لهجتها الخاصة اللي بتختلف عن التانية. يعني ناخد مثال بسيط عشان نوصف حاجة إنها كويسة قوي. في مصر ممكن نقول تمام قوي أو جامدة. في الشام ممكن تتقال بتجنن. في الخليج ممكن تكون ما عليه كلام. التلات جمل دول بيعبروا عن نفس الشعور الإيجابي، لكن شوفوا الكلمات مختلفة تماماً عن بعض. وده معناه إيه؟ معناه إن عشان نخلي الكمبيوتر فعلاً يفهم كل اللهجات دي لازم ندربه على كميات بيانات مهولة من كل لهجة لوحدها. من غير البيانات دي أي نموذج هيطلع هتكون دقته ضعيفة جدا ومش هيقدر يفهم الفروقات دي. بس الخبر الحلو بقى إن في جهود ومشاريع عربية جبارة شغالة حالياً على التحدي ده بالذات. في فرق بحثية بتجمع بيانات وبتبني نماذج ذكية مخصوص للغة العربية. بيطوروا أدوات متخصصة عشان تتعامل مع اللغة العربية بكل لهجاتها وتنوعها.